الساندوتش النهارده عندي عملت ساندوتش يكفي 4 أفراد. عملت عيش مخصوص. قطر رغيف الكايزر 25 سنتي. جبت اللحمة المفرومة وتبلتها تتبيلة الهمبرجر، وكنا عملناها فيديو قبل كده مع بعض. حطيتها فردتها في صينية، وجبت العيش فتحته نصين، حمصته من فوق ومن تحت، وعملت الصوص بتاع بيك تيستي، مايونيز على كاتشب على مية المخلل أو مية الخيار المخلل. جبت فص ثوم ومشروم، وشوحت المشروم في فص الثوم عشان نضيفه على ساندوتش الهمبرجر. عملت الهمبرجر، حطيتها فوق الكابوتشا والصوص بتاع البيك تيستي. حطيت شرايح طماطم وشرايح بصل، وزودت الصوص بتاع البيك تيستي. ساندوتش روعة وطعمه حلو جدا، وممكن تعمل على الكايزر الصغير العادي. بس هو شكله مبهر، وهو بالحجم الكبير ده. جبت سلايدز جبنة شيدر، حطيناها على الوش، ودخلته لفة في الميكروويف ساح. وهنعمل ساندوتش الستريبس. هنبقى نعمل حلقة مفصلة عن طريقة عمل الستريبس. حمرت الستريبس، وجبت برضو الكايزر، وحمصت، فتحته وحمصت من تحت وحمصته من فوق، حطيت الصوص، وحطيت الكابوتشا، وحطيت الشرايح او قطع الستريبس. بعد ما حمرتها مقرمشة وجميلة، زودت الصوص بتاع البيك تيستي، وبدأت أرص الستريبس في قلب الساندوتش، وحطيت شرايح الطماطم والبصل، وحطيت برضو صوص. فهو اتخدم كويس قوي قوي بالصوص والخضار اللي اتحط فيه. طعمه تحفة جدا جدا. حطيت شرايح الشيدر، برضو بتسيح في قلب الساندوتش. ساندوتش تحفة ومبهر، وبطاطس محمرة وسهلة.